تطورت الحرب حتى ظهر مارس 2 2026. أول شيء تعرض السعودية لهجمات أخرى، ودول الخليج الثانية قطر والكويت والبحرين، وهذا ببين أنه 90% الدول العربية أو الخليجية بالذات راح تدخل في الحرب مع أمريكا ضد إيران. طبعا إغلاق مضيق هرمز زي ما احنا عارفين تم إغلاقه، وأيضا في سفينة بالتصليح بقطر بالبحرين تعرضت لشظايا ووفاة عامل آسيوي. روسيا والصين واضح جدا انهم ما تدخلوا ولا راح يتدخلوا، لانه ايران بحكم المنتهية وبدك تنفخ بقربة مخزوقة، يعني هم راح يدعموا نظام راح ينتهي 100%. الشغلة الثانية، في عنا الإيرانيين، عشرات الآلاف من الإيرانيين في لوس أنجلوس بيحتفلوا بسقوط المرشد الأعلى في إيران، وأيضا بيوزعوا الورود على قوات الأمن اللي موجودة كانت في المظاهرة، وبموقف حضاري رائع جدا. وأيضا في قسم كبير منهم كان يلم زبالة اللي ممكن تقع من المتظاهرين. إيران أيضا تتصرف بتصرفات مش طبيعية، والله أعلم التفسير الوحيد لها إنه ما عندهم قيادة واضحة، أو إنهم عارفين حالهم ميتين وبالتالي قاعدين يوسعوا جبهة الحرب، حيث قاموا بضرب قبرص أو واحدة من القواعد الأمريكية في قبرص، واليونان سترسل طائرات، يعني قاعدين يوسعوا الحرب أكبر وأكبر. في عنا حريق في السفارة الأمريكية في الكويت لأنه تعرضت كأنه لشظية أو لشيء من هذا القبيل. كل التجديدات راح نحاول إن نعطيكم إياها إن شاء الله. رياض معكم. بليز ريبوست، شير، لايك and comment.